السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إن شاء الله في هذه المحاضرة بشرح لحضراتكم بعض الكويشنز، الأسئلة الهامة جدا جدا الوارد حدوثها إن شاء الله في الامتحان بأمر الله تعالى. طبعا محضر ورقة وقلم عشان طبعا هشرح كلمة كلمة وحرف حرف. choose the correct word. choose يعني اختار أو اختر، ذا الألف واللام اللي هي المعرفة، الكلمة الصحيحة. طبعا عندنا الكلمة اسمها وارد مش وورد، اسمها وارد وليست وورد. نمبر 1 some people بعض الناس show بيبينوا أو بيظهروا count بيعدوا. طبعا الفيرب count يعني بيعد، بس احنا بنجمعها عشان طبعا هنا في ناس، بعض الناس، تمام، او بعض الاشخاص. count بيعدوا طبعا. hide يختبئوا او بيخبوا. earn بيكسبوا او يكسبون او their money يعني أموالهم. their دي صفة ملكية تأتي مع الجمع الغائبون، يعني مش موجودين معانا، فزير ديت صفة ملكية. their money أموالهم أو نقودهم أو فلوسهم. under تحت. bed السرير. طبعا الإجابة الصحيحة اللي هي المناسبة هتبقى طبعا hide يعني بيخبوا أو بيختبئوا. their money أموالهم تحت السرير. لكن بالنسبة لإيرن يكسبون أو بيفوزوا، لكن ما تمشيش طبعا مع سياق الجملة. نمبر 2 ديت أداة نكرة. طبعا أداة النكرة شطار 2 في تأتي مع الاسم مبدوء بحرف ساكن، وفي عندنا آن أقراها لكم برضو. طيب آن تأتي مع الاسم المبدوء بحرف متحرك. لما أقول إيه آن أبل تفاحة مثلا. هاوس منزل. نست عش. كاف مغارة أو كهف. هوسبيتال مستشفى. إز بيكون a place مكان. طبعا الشطار هنا زي ما قلنا قبل كده قالت نكرة تأتي مع الاسم مبدوء بحرف ساكن، وهنا حرف البي طبعا من الحروف الساكنة. وير طبعا وير كله عارف ان وير بمعنى أين، ولكن هنا طبعا مش تيجي بمعنى أنا أين، هنا هتيجي بمعنى حيث. طيب ليه بقى؟ لأن شطار بالنسبة للورد الكلمة في اللغة الإنجليزية has more meaning. الكلمة في اللغة الإنجليزية لديها أكثر من معنى، قد يكون لديها معنيين أو ثلاثة. هنا وير لا معنيين، إذا كانت في كويشن مارك في علامة استفهام يبقى بمعنى أين، بينما لو ما فيش كويشن مارك يبقى بمعنى حيث. هنا طبعا مفيش كويشن مارك يبقى بمعنى حيث. وايلد متوحشة أو مفترسة. animals حيوانات. hide يختبئون. يبقى إذن الإجابة الصحيحة طبعا المنزل ما ينفعش، نست ما ينفعش طبعا العيش، يبقى إذن الإجابة الصحيحة أكاف المغارة أو الكاف. is بيكون a place مكان where حيث wild animals hide حيث الحيوانات المفترسة أو المتوحشة hide يختبئون فيه. يبقى إذن الإجابة الصحيحة كاف. طبعا هوسبيتال دي مستشفى، استحالة طبعا يبقى فيها حد بتبقى بتختبئ فيها. بنختار الإجابة الصحيحة. نمبر 3 فارمر الفلاح، ولا بايرت اللي هو القناص. طب يعني قناص اللي هم الناس اللي بتسلب ان هم بيهاجموا السفن، ده اسمهم بايرت اللي هم القناصين اللي هم اللي بينهبوا وبيسرقوا، اسمه بايرت. كاربينتر النجار، كاربينتر. كابتن اللي هو القبطان اللي هو بيبقى موجود على السفينة. طبعا مش لازم السفينة، ممكن اللي هو بيسوق البلين الطائرة برضو ايضا اسمه كابتن.
is a person بيكون a person شخص. هو الذي، هنا طبعا هو برضو لا معنيين، بمعنى الذي لو ما فيش question mark، وبمعنى من لو في question mark. لما اقول ايه who are you، who are you من انت او من حضرتك، who are you. يعني انتوا عارفين how are you بنشيل how بنحط مكانها who are you من انت. هنا طبعا بمعنى الذي. طبعا هنا يا شيطان انا طبعا شرحت قبل كده في المحاضره السابقه بالنسبه لهو، طبعا دي من اداه الربط ومهمه جدا جدا جدا. هو طبعا لو جت بمعنى الذي بيجي بعدها الفيرب مباشره. اقول كمان مره، هو بيجي بعدها الفيرب مباشره. لو بمعنى الذي بيجي بعدها الفيرب مباشره. طبعا الفيرب ده ممكن يكون في البريزنت، في صيغه البريزنت فورم صيغه المضارع، او الباست فورم صيغه الماضي. المهم يجي بعدها فيرب. attacks طبعا ما فيش فيرب في الديكشنري في القاموس اسمه attacks، لا هو الفيرب اسمه attack، ولكن تم اضافه حرف الاس عشان قلت قبل كده شطار طبعا بناء على قاعده البريزنت سيمبل المضارع البسيط. بيقول ايه بقى؟ يجب اضافه حرف الاس للفيرب مع هي وشي وات. هي وشي وات. وطبعا المحاضره دي مهمه جدا جدا، هتلاقوها موجوده في صندوق الوصف في ديسكريبشن اسفل الفيديو، وايضا هتلاقوها في اول فيديو لقناه محمد علي، نظرا لانه الفيرب ده، لان المحاضره دي مهمه جدا جدا جدا، هتلاقوها في اول مقدمه لقناه محمد علي. هنا طبعا بالنسبه and raps برضه ما فيش فيرب اسمه رابس، هو الفيرب اسمه راب، ولكن هنا تم اضافه حرف الاس عشان برضه يجب اضافه حرف الاس مع هي وشي وات. هنا طبعا بالنسبه اتاكس اللي هو يهاجم، and raps ويسلب او ينهب او يسرق. ships السفن، on the sea في البحر. هنا طبعا ما اقولش اون يعني على، لا هي هنا جت بمعنى في البحر، ما اقولش على البحر. طيب هنا بقى مين اللي بيعمل، مين الشخص ده؟ افارمر الفلاح طبعا استحاله. a pirate اللي هو القناص او هو الشخص اللي بينهب وبيسلب السفن، اسمه a pirate اللي هو القناص. يبقى الاجابه الصحيحه شطار a pirate. number 4 I can hear the sound of. أنا أستطيع أن أسمع صوت jumping. ما أقولش بقى jumping، لا jumping حرف الجي إذا جاء في آخر حرف الكلمة يكتب ولكن لا ينطق. طبعا الكلام ده على my responsibility، على مسؤوليتي. اسمها jumping اللي هو هنا بمعنى يقفز، اللي هو القفز نفسه، او صوت المياه اللي هو الثوب اللي هو صوت المياه او القفز نفسه. walking اللي هو السير او المشي، الفيرب هنا walk يمشي او يسير، هنا معناه المشي او السير. running الجري نفسه الفيرب منه run. talking التحدث نفسه، ما اقولش talking، لا talking. هنا بقى بالنسبه للتوكن اللي هو التحدث او الكلام نفسه. water اللي هي المياه او الميه، اسمها water، ما اقولش water، لا water. هنشوف الاجابه صح مع بعض. I can hear the sound، انا استطيع ان اسمع jumping اللي هو صوت المياه. يبقى اذا الاجابه الصحيحه jumping. طبعا ما تنفعش walking المشي، طبعا الميه مش بتمشي. running الميه مش بتجري. talking الميه مش بتتكلم. يبقى الاجابه الصحيحه jumping اللي هو صوت المياه او ثوب المياه. number 5 طبعا 5 اسمه 5، ما اسمهاش 5. the plane الطائره. run يعني جريت. jumped قفزت. landed هبطت. يعني هبطت. طبعا يا شطار لو ضفت حرف الا والدي، لو شلتهم، لو حذفتهم اصبح لاند اللي هي الارض، لكن لو ضفت حرف الا والدي اصبح landed يعني هبطت، نزلت تحت في الارض. sailed
sailed يعني أبحرت، الفيرب منها sail، sail يبحر أو مركب شراعي، بينما هنا sailed أبحرت. safely بأمان. at the airport، airport اللي هو المطار. طبعا الإجابة الصحيحة هتبقى landed، يبقى the plane الطائرة landed هبطت safely يعني بأمان، وبالنسبة لسيف يعني آمن، بينما هنا safely يعني بأمان. at the airport اللي هو المطار. number 6 a cave المغارة أو الكاف an island الجزيرة، اسمها ايه؟ island الجزيرة. طبعا لاحظ يا شطار هنا استخدمنا أداة النكرة ان اللي أنا قلت لكم عليها قبل كده من شوية من دقيقة. ان هنا طبعا جت مع هذه الكلمة عشان طبعا الكلمة دي مبدوءة بحرف متحرك اللي هو حرف الاي. لو قلت ايه؟ island الاحظ حرف الاس ما اتنطقش، ما اقولش اسلند، لا ايلاند اللي هي الجزيره. a river اللي هو النهر. a pool اللي هو حمام السباحه بتساوي كلمه بسين. is a piece بيكون قطعه، piece يعني قطعه of land من الارض. surrounded يعني ملفوف أو محاط، كلمة surrounded يعني ملفوف أو محاط. by water يعني بواسطة water المياه. طبعا يا ترى هيكون ايه؟ المغارة قاف استحالة، ايلاند يعني ايلاند الجزيرة طبعا لا، يبقى الريفر النهر طبعا لا، يبقى اذا الإجابة الصحيحة a pool اللي هو طبعا حمام السباحة. حمام السباحة بيبقى is a piece قطعة of land من الأرض surrounded by water محاط بالمياه. طبعا ليه ما اخترناش river النهر النيل؟ ليه النهر؟ عشان كاتبين هنا a piece قطعة، مكتوب ايه؟ a piece قطعة يعني حاجة صغيرة، يبقى الإجابة الصحيحة أبول. بتختار الإجابة الأدق والأشمل في الامتحان. يعني احنا اخترنا ريفر النهر، طبعا لا، الإجابة الصحيحة أبول اللي هو حمام السباحة بيبقى surrounded محاط بالورر. نمبر 7 a palm برضه ما اقولش بالم، لا palm اللي هنا سايلنت، اللي هنا سايلنت. لماذا؟ عشان جه قبلها حرف متحرك. a palm tree اللي هي النخلة، a palm tree اللي هي النخلة. is بيكون a plant نبات أو زرع. an animal حيوان، برضو اختار أنا عشان animal الكلمة animal مبدوء بحرف متحرك، وحرف الايه من الحروف المتحركة. a place مكان. a person شخص، يبقى الإجابة الصحيحة a palm النخلة is بتكون a plant بتكون نبات أو زرع. بكده انتهينا من شرح هذه المحاضرة، وأتمنى ما أكونش طولت على حضراتكم. طبعا لا ننسى اللايك والاشتراك في القناة، وطبعا انتوا عارفين اللايك بيعمل على سرعة انتشار الفيديو، وإن شاء الله أراكم في المحاضرة القادمة. Goodbye and I will see you next lecture. سوف أراكم المحاضرة القادمة إن شاء الله. بس قبل ما أنهي المحاضرة عايز بس أقول لكم على الحروف المتحركة نظرا لأهميتها، هكتبها لكم. عندنا حرف الاي والا والاي والاو واليو، دول بقى الحروف المتحركه يا شطار. الاي والا والاي والاو واليو دول الخمس حروف المتحركين. طبعا numbers of letters in English الحروف في اللغة الإنجليزية عددهم 26 حرف، هنشيل منهم الخمسة المتحركين، إذا باقي الحروف 21 حرف اللي هم الساكنين. تمام؟ أترككم في رعاية الله ودمتم. جود باي.